أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم وأمهات لاعبين الحاضرات. وبهذه المناسبة قدم أعضاء الفريق الوطني تذكارات للملك محمد السادس تعبيرا عن امتنانهم على الدعم الذي قدمه العهد المغربي لهم طيلة أطوار هذه المنافسة العالمية. ويعكس هذا الاستقبال العناية السامية التي ما فتح الملك يحيط بها الشباب والاهتمام الخاص الذي يوليه لقطاع الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا. وياتي الاستقبال اثر الانجاز التاريخي والغير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني الذي تمكن من بلوغ الدور نصف النهائي في اول وابهى تالق من نوعه لكره القدم المغربيه والعربيه والافريقيه في نهائيات هذه التظاهره الرياضيه العالميه. ويعتبر الاستقبال الذي خصصه العهد المغربي للاعبين الذين كانوا موفقين بامهاتهم تكريما لهؤلاء النساء المغربيات اللواتي حرصن على تلقين اطفالهن مبادئ الوطنيه والتضحيه والانتماء للوطن، كما يشكل تعبيرا عن المكانه الخاصه التي يوليها الملك للمراه المغربيه باعتبارها دعامه اساسيه للعائله والمجتمع عموما. قبل ذلك في سلا والرباط شهدت شوارعهم اصطفاف حشود جماهيريه غفيره لاستقبال المنتخب المغربي القادم من الدوحه بعد مشاركته وانجازاته في مونديال قطر، حيث احتل المنتخب الوطني المرتبة الرابعة في إنجاز تاريخي غير مسبوق على المستوى العربي والإفريقي. كانت طائرة المنتخب المغربي حطت بمطار رباط سلا في حدود الساعة 5:10 مساء، حيث أقلت حافلة مكشوفة للمنتخب على طول الطريق بين المطار والقصر الملكي بالرباط، مرورا بالعشرات من الشوارع والساحات في مدينتي سلا والرباط. بعد الفاصل تلقاكم زميلة جوار الكحل في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث.